السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مدونة حسن رضوان التعليمية. هنكمل إن شاء الله الجزء الثاني من الدرس رقم 18، وهو الكشف عن تنسيقات وتنسيق الخط. هنشوف التأثيرات التي يمكن أن نستخدمها على النص أو نطبقها على النص. فنجد التأثيرات هذه: يتوسطه خط، وهو المقصود به وجود خط داخل الكتابات كما نلاحظ في الجزء المعين هذا. ونجد أيضا اختيار يتوسطه خط مزدوج، نجد وجود خط مزدوج في الكتابات. ومرتفع، نجد أن الخط يصبح أقل حجما ويصبح مرتفعا عن باقي الكتابات. فمثلا لمعاينة هذا التأثير نظلل هذا الجزء، تنسيق، ونختار مرتفع ثم نضغط موافق. نجد الكتابات المظللة أو مختارة تصبح مرتفعة عن باقي الكتابات وتصبح أقل في حجم الخط. نضغط كنترول وزد للتراجع، نضغط تنسيق خط ونختار منخفض. في جزء المعين هذا يظهر الاختيار والتأثير. مظلل، يصبح الكتابات مظللة بها ظل بسيط. ومفصل، وهو يصبح بهذا الشكل المجوف. يمكن أيضا معاينة ذلك والضغط على موافق، يكون بهذا الشكل. كنترول زد للتراجع، نضغط تنسيق وخط لمعرفة باقي التأثيرات. كما ممكن أن نختار مفصل كما اخترنا، أو مزخرف ويصبح مزخرفا أكثر بروزا. محفور، أحرف استهلالية كما ذكرنا في الدروس السابقة، وهو المقصود بها الحروف الكابيتال في اللغة الإنجليزية. فالتأثير هذا وتأثير أحرف استهلالية كبيرة وأحرف استهلالية صغيرة لا يظهر تأثيرهم إلا في اللغة الإنجليزية فقط، لأنهم مختصين بالحروف الكابيتال والحروف السمول. ولكن كما نلاحظ اختيار أحرف استهلالية صغيرة يجعل الكتابات كلها أحرف كابيتال ولكنها صغيرة، والاختيار هذا أحرف استهلالية كبيرة يجعل كل الكتابات أحرف كابيتال كبيرة. واختيار مخفي يخفي الكتابات تماما من على الشاشة ويخفيها أيضا في الطباعة. فنضغط موافق لملاحظة التأثير، نجد أن الكتابات اختفت. نضغط كنترول زد للتراجع، نجد أن الكتابات تظهر مرة أخرى. إذن يمكن معرفة شكل التأثير بتجربته. وهنا اختيار افتراضي يطبق كل التغيرات التي أجريناها على مربع الحوار خط، يجعل هذه الاختيارات هي الاختيار الافتراضي للبرنامج. أي بعد الضغط على افتراضي ثم نضغط على مربع الحوار موافق، نجد أن ثم بعد إغلاق البرنامج نجد أن في الكتابة في مستند جديد يكتب بلون الخط وبشكل الخط وبحجم الخط وبنمط الخط الذي تم اختياره في مربع الحوار هذا. تباعد الأحرف، وهو يختص
بتباعد الأحرف فيما بينها. تأثيرات النص، وهو يقوم بإظهار تأثيرات على النص المحدد مثل أضواء لاس فيغاس، وهي تجعل كما تلاحظون أضواء حول الكتابات وخلفية غامضة مثلا كهذه ونص متألق، وهكذا العديد من الحركات التي يمكن أن تطبق على النص. مثلا نلاحظ وبذلك نكون قد ذكرنا كل ما يخص مربع الحواري الخط. نضغط إلغاء الأمر للخروج من هذا المربع. نذكر هنا أيضا في نوع الخط، سواء كان في شريط الأدوات تنسيقي أو نوع الخط في مربع الحواري خط، نجد أن الخطوط تظهر بشكل تصاعدي، أي ترتب تصاعديا حسب من A إلى Z في هذا الجزء، ولكن يظهر في هذه القائمة أول 10 أنواع للخط هي آخر 10 أنواع تم استخدامها في البرنامج. ثم بعد ذلك يتم ترتيب أنواع الأخرى أبجديا من A إلى Z. وإذا كنت تعرف اسم الخط يمكن ألا تبحث عنه بالأسهم، ولكن يمكن أن تكتب أول حرف من اسم الخط لتجد أن الخط يتم تدوير هذه القائمة ليظهر الحروف التي تم كتابة هذا الحرف. ويمكن أيضا الاختيار عن طريق الأسهم من لوحة المفاتيح كما نلاحظ، فالسهم السفلي يقوم بتحريك القائمة إلى أسفل، والسهم العلوي يقوم بتحريك الكتابات إلى أعلى. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.